لو انتي دايما حاسة انك بتتكلمي وهو مش سامع، ولو هو دايما شايفك بتكبري المواضيع، فالمشكلة مش فيكي ولا فيه. المشكلة انكم بتفكروا بنفسيتين مختلفتين. والنهاردة هفهمك ليه الراجل مش بارد وليه الست مش درامية، وهتطلعي من الفيديو ده وانتي فاهمة نفسك وفاهمة الراجل اللي في حياتك وفاهماه كويس قوي. الفروق ما بين الراجل والست مش تربية وبس، دي تركيبة نفسية وعصبية مختلفة تماما. مخ الراجل بيشتغل في حل المشاعر، يعني حل المشكلة. مخ الست على الناحية التانية بيشتغل في مشاركة المشاعر، وده بيوصل لها أمان. يعني الراجل مخه بيركز على فين المشكلة أنا هحلها، فبالتالي هيحس إن هو مسيطر. مخ الست بيشتغل في الناحية تانية، أنا هتكلم وهعبر عن مشكلتي، فبالتالي هوصل للحل وهوصل للأمان. الراجل لما بيسكت عامة معناها إن هو بيفكر. الست لما بتتكلم معناها إن هي بتتنفس أو بتنفس عن المشكلة. فهو ولا بيتجاهلك، هو بيفكر. وانتي مش بتزني، انتي محتاجة تحسي انك مسموعة. كان في فيديو فرق معايا جدا جدا لما اتفرجت عليه وانا بدرس سيكولوجية الراجل والست والعلاقات عشان اقدر اشتغل مع الكابلز اللي بتجيلي. الفيديو ده كان بيضحك جدا، مبين ان مخ الراجل عامل زي العلب، وان كل علبة ما بتلمس العلبة اللي جنبها، وعنده علبة مخصوصة للشغل، وعلبة للست، وعلبة لولاده، وعلبة لأهله، وعلبة لرياضته، وعلبة لجسمه، وعلبة لفلوسه. أحلى علبة وأكتر علبة هو بيعشقها وبيعشق إن هو يعيش جواها هي علبة اللاشيء. وحتى ساعتها كان بيتكلم الراجل اللي كان بيدي الورشة دي ان قد ايه هو لما بيخش في علبة الفراغ دي، اللحظة اللي انت بتلاقيه قاعد مأنتخ على الكرسي وماسك الريموت كنترول وعمال بيقلب في قنوات في اللا شيء، ده اوحش وقت تقدري تتكلمي معاه فيه، لان هو في اللحظة دي داخل في اللا شيء بتاعه، مخه اصلا مش موجود معاكي. وهي دي الطريقة اللي هو بينفذ بيها عن يومه ومشاكله وضغوطاته. الست بقى من عن الناحية التانية مخها عامل زي الخلاط. هي بتبقى واقفة بتطبخ مثلا وعمالة بتفكر في الغسيل وفي المكوى وفي العيال، وهتجيب الولاد امتى من المدرسة، واحتياجات مامتها وباباها واخواتها، والمشكلة اللي عند صاحبتها، والمشكلة اللي عندها هي سواء في مادياتها او في شكلها، وفي ال3 كيلو اللي هي تخنتهم، وفي اللبس اللي هي لازم تحضره عشان عندها فرح كمان 3 شهور ومش عارفة هتخس ازاي عشان تخش جوه الفستان. العيال اتأخرت وعندهم امتحان عربي ولسه لازم تقعد تذاكر لهم، ولو كملت لكم ممكن اقعد اتكلم لحد بعد بكرة. فالحقيقة ان احنا فعلا تركيبة عقلنا من الناحية النفسية ومن الناحية الفيزيولوجية مختلفة تماما. بيسبب الفرق ما بين الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها جوه العلاقة، الطريقة اللي احنا بنحب بيها، والطريقة اللي احنا بنتواصل بيها. فالراجل حقيقي مش كائن بارد، هو كائن عنده علب، العلب ما بتلمس بعض، وافضل علبة عنده هي علبة اللاشيء. والست مش زنانة، الست بتفكر في 360 حاجة في نفس الثانية، ومحتاجة تفرغ عنهم، ومحتاجة انها تفضي التانك بتاعها عشان توصل المعلومة. وبما ان مخها عامل زي الخلاط، ما بتعرفش انها تعبر عن الكلام بطريقة مبسطة ومحددة مرتبة زي مخ الراجل، لان الفيشة محطوطة في الكهرباء. الكهرباء دي معناها المشاعر، فهي الخلاط بتاعها ده مخلي الفيشة بتاعتها جوه المشاعر طول الوقت، وبتعبر من خلال المشاعر. تعالوا نتكلم على كابل جالي لذيذ جدا في جلسة من الجلسات. هغير شوية معلومات عشان الخصوصية، ولكن هنسميهم الأستاذ ألف والأستاذة ب. الأستاذة ألف والأستاذة ب بقالهم 15 سنة متجوزين وعندهم مشاكل في التواصل، فقرروا ان هم ييجوا علشان يقدروا يحلوا مشكلة التعامل والكلام اللي ما بينهم، اللي دايما آخرتها بتكون خناقة، وخناقة بتكون كبيرة. فهي بتقول لي أنا بتكلم وهو دايما ساكت، وبحس نفسي ان انا بكلم حيطة او بكلم نفسي. هو من وجهة نظره انا كل ما بفتح بقي المشكلة بتكبر وبتزيد، وبحس ان انا مش مفهوم.
فمعناها هنا لما اجي احلل المشكلة دي ان هي محتاجة تواصل عاطفي، هي محتاجة تطلع المشاعر الكتيرة قوي اللي بتتخزن جواها، وهو بيهرب من الإحساس بالعجز لأن ما بيحسش إن هو بيحل المشكلة اللي هي بتكلم فيه، بل بالعكس بيحس إن هو بيكبر المشكلة. ولو رجعنا لدقيقة فاتت في الكلام اللي أنا قلته هنكتشف إن الست بتحب وبتحتاج إنها تفرغ، والراجل بيحتاج إن هو يحل. فبالتالي ولا هو حاسس ان هو قادر يحل، ولا هي حاسة انها بتفرغ وبتستقبل انها تتشحن تاني من اول وجديد بشحن عاطفي بعد ما فرغت الجرعة اللي كانت عندها. فلما فهمت ان هو سكوته مش رفض، ولما هو فهم ان كلامها مش معناها هجوم، بدأوا يتقبلوا بعض وبدأوا يكملوا بعض وبدأوا يحترموا احتياجات بعض. فالفهم هنا مش بيخلي العلاقة تصبح مثالية، بيخليها تصبح أرحم، يبقى فيها تواصل بشكل فيه جودة، تبقى العلاقة رايح جاي مع طرفين فاهمين احتياجات بعض وقادرين يلبوا الاحتياجات دي. تعالوا نشوف فرق أكتر ما بين الست والراجل. الست بتحكي، بتعيط، بتحلل، بتفكر في التفاصيل. الراجل بيكتم، بينسى، بيشتت نفسه، بيشغل نفسه في أي حاجة، وبيهرب للشغل أو بيهرب بالصمت. عشان كده الست بتقول إحنا اتخانقنا، الراجل بيقول امتى. يعني هي تخش عليه وتقول له ما احنا لسه متخانقين، يقول لها ايه ده اتخانقنا امتى؟ انا مش فاكر. الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع الضغط اللي جاي من العلاقة مختلف تماما. انا هقعد وهحكي وهعيط، هحلل وهقعد افكر في التفاصيل واقعد اقول هو اتصرف معايا كده ليه، هو عمل كذا يبقى هو معناها كذا. هو بقى في الناحية التانية هيعمل سويتش اوف وهينسى وهيلغوش على الموضوع وهيغطيه ولا كأن في أي حاجة حصلت، لأن دي طريقة تعامله مع الضغط العاطفي اللي بيكب عليه منك. تعالوا نشوف حالة الأستاذ ره هنسميه، اللي جالي برضو مع زوجته وعندهم 48 سنة، متجوزين بقالهم تقريبا 13 سنة. هو ابتدى يشتكي ان هو شايف مراته بتكبر اي حاجة وهي شايفة ان هو مش حاسس بيها خالص. الحقيقة ان هو متربي ان مشاعره والتعبير عن مشاعره ده معناها ضعف، وهي متربية ان لو كتمت مشاعرها ده بيسبب لها وجع. فهي اتربت انها لازم تعبر اول بأول، وهو اتربى ان هو لازم يكتم أول ببول. الاتنين مجروحين، بس كل واحد مجروح بلغته ومعتقداته والطريقة اللي هو اتربى بيها. ايه أخطر 5 أخطاء بتدمر العلاقة؟ رقم 1 إنك تفسري اختلافاته إنها قلة حب. رقم 2 إنك تضغطي عليه وقت صمته. 3 إنك تستني منه يحس زيك ويتكلم بطريقتك ويفكر بالظبط بنفس اللخبطة اللي بتحصل في دماغك، وكأنك بالظبط قاعدة مع واحدة صاحبتك مش قاعدة مع الجنس الآخر. رقم 4 إنك تلغي إحساسك علشان السلام، فتقعدي تكتمي 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 وتبقي عاملة زي البالونة اللي مستنية الانفجار في أي وقت. رقم 5 إنك تعيشي دور المعالجة النفسية معاه وطول النهار بتخططي هتغيريه إزاي. عايزة أقولك اصحي من الحلم، لأن ده ما بيحصلش. احنا مش بنغير أي حد غير لو هو عايز يغير نفسه. الحلم بتاع الحياة الوردي إن أنا لما أتجوزه هغيره، أو لما أعمل الخطة الفلانية هو هيتغير، أو لما أتصرف بالطريقة دي هو هيتغير، فوقي لأن الكلام ده مش هيحصل، وده من بق دكتورة نفسية. العلاقة مش جلسة علاج ولا ساحة حرب، العلاقة مساحة أمان ما بين زوجين المفروض يبقى عندهم جودة في التواصل. هتعملي إيه بقى مدام كل البيبان كده قفلت؟ رقم 1 اتكلمي عن إحساسك مش اتهامك. فرق كبير جدا لما تيجي تقولي
انا متضايقه من التصرف ده، افضل ان التصرف يكون بالشكل ده عن انت اصلا عملت كذا وانت السبب في مش عارف ايه وانت عمرك ما عملت مش عارف ايه. عشان كلمه عمرك دي طبعا ايه جزء من الكلام اللي بيطلع على طول. فرق كبير جدا عن انك تتكلمي عن احتياجك انت وعن انك تتهمي الراجل اللي قدامك. رقم 2، اديله مساحه ان هو يفكر. لما تعرضي عليه مشكله افتكري ان هو عايز يحلها لك، وساعات لو ضغطتي عليه او رميتي عليه قنابل مره واحده هيهنج. اديله مساحه ان هو يفكر، بس حددي الوقت الصح انك تعرفي تتكلمي معاه فيه. رقم 3، ما تهمليش احتياجاتك العاطفيه، وما تروحيش تمسكي في ديله زي الطفله الصغيره كأنه بالظبط أمك أو أبوكي ومستنية كوباية المية منه. هو ما جاش العلاقة علشان يطبطب عليكي، هو جه العلاقة علشان يشاركك علاقة ما بين 2 كبار بيبنوا حياة مع بعض، مش 2 أطفال محتاجين من بعض حاجات. فرغي شحنة عاطفتك الزيادة المتزايدة بعد ما فهمتي ان انتي مخك عبارة عن خلاط في اي حاجة مفيدة. دوري على حاجة بتحبي تعمليها واستثمري فيها وقتك علشان الشحنة بتاعتك تتفرغ اول بباول. رقم 5، انك تعيشي دور المعالجة النفسية معاه. صدقيني انت مش الطبيبة النفسية بتاعته ولا المعالجة النفسية بتاعته، وزي ما قلتلك مش هتغيريه. فحطي مجهودك في الحاجة اللي ممكن تفيدك اللي هي نفسك. لما انت تشتغلي على نفسك وانت تثقفي نفسك وتطوري من نفسك هتلاقي المعادلة دي هتبقى فيها اتزان وهتعرفي تتعاملي معاه بشكل احسن بكتير قوي. فافتكري ان العلاقة مش جلسة علاج ولا ساحة حرب، العلاقة مساحة امان ما بين 2 كبار محتاجين ان هم يكملوا بعض. ما تفكريش ابدا انك زيادة وان انت فرضة نفسك. انت ولا فرضة نفسك ولا انت زيادة ولا انت بتكبري المواضيع ولا اي حاجة. انت محتاجة تعرفي تفرغي بطرق صحية وتفتكري ان هو راجل، هو مش واحدة صاحبتك عشان يقعد 33 ساعة يسمع في الشكوى. انت حاولتي عقله امكانياتها ما تقدرش تستوعب الضغط العاطفي والتفريغ اللي انت محتاجة تعمليه. اخر نقطة بقى، انا مش عايزاكي برضو تفتكري ان انت مختلفة، لا احنا كلنا كده وكلنا طورنا من نفسنا وكلنا اشتغلنا على نفسنا عشان نقدر نوصل لجودة في العلاقة بشكل احسن بكتير قوي. فالفهم هنا حقيقي هيخفف الوجع بتاعك، مش هيشيله، هيفهمك، هيديكي طرق تعرفي تتعاملي بشكل اقيم واحسن. ولكن انك تبقي فاهمة ده مهم قوي، لان الوعي بداية علاج اي حاجة انت عايزة تصلحيها. لو حسيتي انك طول عمرك بتحاولي تتفهمي بس محدش فاهمك، انت مش لوحدك، وده مش ضعف، وده احتياج انساني طبيعي. افتكري اللي انا قلته لك.